تعرفوا ليش كنا نكره الحمام ونحن صغار؟ تعالوا أحكي لكم. هذا يا سادة يا كرام، بزماناته بالعيلة كانت الأم هي الراعي الرسمي لحمام ولادها، وكانت مو تحممون، لا، تعذبهم. فالمرحلة الأولى من العذاب بتبدأ بتشليح الأواعي، اللي هي غالبا بتكون ضيقة كتير عند الرقبة. فبتمسك أمك الكنزة من تحت وبترفعها لفوق، بيطير راسك، أدنيك بينمسحوا، أنفك بينكسر، المهم تشلحها. وبعدها بتبلش المرحلة الثانية من العذاب، وهي إنها تقعدك أرفص على الأرض وكأنها بدها تعدمك، وبتقلك ثبت حالك. هون أنت بترتعب وبتبلع ريقك، إنه ولي كأنك عارف إنها رح تحارب فيك. وبعدها بتبلش مرحلة الجلد، بتكون درجة المي تحت درجة الغليان بنتفة، وبتكب فوق راسك كاسة مي نار، فبتقب بأربعتك وبتصير تولول. وبعدها بتحط لوح الصابون على راسك، وما بتلاقي إلا راسك عم يطير يمين وشمال شرق وغرب. وبعدها بتبلش المرحلة الأصعب، وهي الترييف. فبتمسك بإيديها كيس الترييف، اللي هو كان أيام زمان كيس التفريك الأسود، وكان خشن وكأنه ورق إزاز. المهم بتبلش تفرك فيك وتدعك بجسمك على فرك ودعك، وكأنك أنت بين إيديها المصباح اللي بدك طالع منه المارد، فبيسيخ جسمك وبيقلب لونك مثل الشوندرة. ولما تخلص بعدها بتلفك بالبشكير وبتقلك روح الزاق بالصوبيا، وبترميك لبرا هديك الرمية، وبتصيح يلي بعده.